كيفاش تتجاوز الخيانة؟ خطوات باش تبرأ وتبدأ من جديد. آم، الخيانة كتبقى من أصعب الحوايج اللي يقدر يمر من أي واحد. كتجي من ناس قراب ليك كتعطيهم ثقتك، وكيجي نهار تيطيحوك في خيبة الأمل. تقدر تكون خيانة في الحب، في صداقة، ولا حتى من العائلة. ولكن واخا الألم كبير راه ممكن تبرأ وترجع، توقف على رجليك أقوى من قبل. خلي مشاعرك تخرج، ممنوع تكبت الألم ديالك ودير راسك كوي بز. الا كنتي غضبان، محكور، ولا حتى مبلوك، هادشي عادي. عيش المشاعر ديالك وبكي الا بغيت، راه ماشي عيب. عطي راسك الوقت، ما تحاولش تنسى كلشي في ليله ونهار. خيانه كتحتاج وقت باش تهضمها، غير بالصبر غادي تبدا تشوف الامور بوضوح وتقرر شنو خاصك تدير. هضر مع شي حد كيقدرك، شي صديق، اخ، اخت، ولا حتى بسيكولوج. الهضره كتعاون بزاف. غير كون مرتاح وما تخليش الحزن ياكل في صدرك بوحدك. ما تلومش راسك. بزاف ديال الناس ملي تيتعرضوا للخيانه كيبداو يشكوا في راسهم: انا السبب في الغلط. ولكن راه اللي خانك هو اللي غلط، ماشي انتي ولا انت. قرر شنو بغيتي دير، واش بغيت تسامح، تكمل مع داك الشخص، ولا تقطع العلاقه. القرار بيدك، وخاصك تفكر مزيان بلا ما تسرع ولا تخلي شي حد يضغط عليك. رجع الثقه في راسك. الخيانه كتبني حاجز، ولكن خاصك تبدا تبني من جديد، وبالدرجه الاولى الثقه في راسك باش تقدر تعيش بلا شك ولا خوف من الناس. ركز على حياتك، خرج، سافر، قرا، دير رياضه، تعلم شي حاجه جديده، وبدل جو. هذه فرصه باش ترجع تكتشف راسك وتعيش حياتك بطريقتك. لا قدرتي تسامح، ديرها من اجل راحتك. المسامحه ماشي معناها تنسى ولا تبقى مع الشخص، ولكن كتخليك تحيد من قلبك الغل وترتاح. سامح باش تحرر راسك، ماشي باش تفرط في كرامتك. الكلمه الاخيره: الخيانه صعيبه، ولكن راه ماشي نهايه الدنيا. كل نهار كدوز فيه بلا داك الشخص هو انتصار ليك. خليك قوي وتعلم من التجربه، وبدا صفحه جديده وانت واعي أكثر.